السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد منير من قناة كورة أونلاين. النهارده يا جماعة جايب لكم فيديو كريم أبو حسين في قناة نادي الزمالك، وهو بيتكلم بطريقة مستفزة على الأهلي وعلى إدارته وعلى الحكام، وعامل اللي فيا بتجيبوا فيه. أنتوا فاهمين؟ هنرد عليه، بس نسمع الفيديو الأول عشان نرد عليه وإحنا يعني مع بعضينا كده، متغاظين كده مع بعضينا. يلا نسمع هو قال إيه؟ للاسف زي الفل هم بيعملوا ده، لكن قدروا ان هم يسلبوك حقك عشان لا تقدر تنافس ولا تقدر تاخد بطولات. طب حد يقول لي ويفهمني ايه هو الحق اللي احنا سلبناه منهم؟ ايه هو؟ يعني حد يعني هو يقول، هو اللي هو كلام في العموم واحنا علينا بقى ننجم. احنا سلبنا حقهم، ايه هو اللي احنا سلبناه منهم؟ اي كلام. اوعى حد يضحك عليك، اوعى حد يضحك عليك او اي حد يضللك بكل بقى العوامل اللي حصلت، بكل الامور اللي تمت في الملعب من اخراج لا يرتقي، والله لا يرتقي. هيبتدي يتكلم عن الحكام والمباراة، بيقول لك الاخراج، ان ده يكون بيمثل دوله كبيره جدا بحجم مصر، ودوري كبير جدا بحجم الدوري المصري. لقطات النهارده بتتعاد بعد ما الماتش بيخلص، ضربه جزاء او اشتباه في ضربه جزاء او شك في ضربه جزاء ثانيه لسيف الدين الجزيري، فاول من بره 18 مكان مهم جدا، ما بتتعادش اثناء المباراه، ما بتتعادش اثناء المباراه. طرد النهارده لمحمد اللي هو اتكلم فيه ده كله، يعني اللي هو اتكلم بتاع الجزيري، سيف الجزيري ومحمد والكلام ده كله، يعني الحكام اللي طلعوا كلهم محدش ذكر الكلام ده، محدش اتكلم عليه. يعني انا ممكن اقول لك عنده حق، كابتن مثلا سمير عثمان لما طلع اتكلم قال، الكابتن احمد الشناوي لما طلع قال، الكابتن جهاد جريش اللي هو على طول بيظلم الاهلي واي حاجه ضد الاهلي وهو معاها، طلع قال ان مفيش، ما طلعش اتكلم عن الموضوع ده. ياسر عبد الرؤوف القناه الزمالك نادي الزمالك برضه طلع ما اتكلمش عن الموضوع ده، ولا جاب السيره اللي هو الكور اللي هو اتكلم فيها بتاع سيف الجزيري. نكمل. محمد هاني واخطاء تحكيميه بالجمله. محمد هاني ولا حد جاب ان محمد هاني استاد طرد او انذار او الكلام ده؟ مفيش اي حد، لان هو ده البنا. وكابتن غندور النهارده اللي ما كانش عاجبه ان الحكم لما شاف ضربه الجزاء في تقنيه الفيديو النهارده وراح يحسب ضربه جزاء، نادى عليه تاني يرجع يعرض لك لقطه ثانيه يمكن ما تكونش مثلا ضربه جزاء عشان ما يحسبهاش. مستر بسومي تاني. بصوا يا جماعه، هم عاملين زي ايه؟ يعني بدل ما احنا نطلع نشتكي عشان خاطر الفار اللي قلت لكم قبل الماتش، خوفي من احمد الغندور يقول لك ان البنا راح ورجع وراح ورجع. يا جماعه هو البنا اساسا، يعني انتوا بتتكلموا على البنا راح ورجع، ما اتكلمتوش ان البنا ما حسبش او الفار ما حسبش اساسا، وما عادش الكوره بتاعه الشحات في الدقيقه 30، ويوم ما يعيدها عادها في الدقيقه 42. يعني كرة الشحات اتعادت في الدقيقة 42 وهي كانت في الدقيقة 30، يعني ما يقرب ربع ساعة فرق ما بينها، وما جابوش الشدة ولا جابوا الخبطة، جابوا الكرة من بعيد وخلاص. اما كورتك وقف وراح الفار وعمل ده، هو راح ورجع كان خلاص هيحسبها، قال له لا تعالى عشان تتأكد في صورة تانية اهي. انتوا عايزين ايه؟ يعني انتوا بدل ما احنا نطلع نتكلم ونشتكي، فانتوا بتسبقوا بحاجات ما حصلتش، بحاجات وهميه. نسمع ونكمل. هو خلاص كده يعتبر. ثالث قبل ما اروح لضيوفي ارحب بيهم، عندنا مشروع مدرب كبير جدا. مشروع مدرب مش كبير، مباراه او 3 كور لو اتعادوا مليون مره، للاسف ان هو النادي الوحيد. بيقول لك 3 كور لو اتعادوا مليون مره مش هيخشوا جواه. ما هو مفيش حد، وانتوا يعني انتوا بتعترفوا بحاجه عشان تعترفوا بده. نتكلم يا جماعه عن التحكيم اللي هو اتكلم فيه. التحكيم محمود البنا اللي هو بيتكلم فيه ده في ماتش بيراميدز ما طردش علي جبر، مسك الشحات كده اهو، نزله على الارض كده اهو، نزله على الارض، ولا طرد الشحات وكلنا شفناها، ولا الفار عاد ولا اي حاجه عادت ولا اي حاجه. في الماتش اللي هو بيتكلم فيه ده ويقول لك سيف الجزيري، مفيش حكم من الحكام طلع قال ان الجزيري او اي حد ليهم ليه ضربه جزاء. كل الناس طلعت قالت ان الاهلي هو اللي ليه ضربه جزاء، ان الاهلي هو اللي ليه ضربه جزاء في الدقيقه 30 بتاع حسين الشحات. سمير عثمان طلع قال الاهلي ضرب جزاء، احمد الشناوي وجهاد جريشه وياسر عبد الرؤوف، الناس كلها الحكام كلهم طلعوا اثبتوا ان الاهلي ليه ضربه جزاء، واساسا هم ما عادوش ضربه الجزاء.
والمخرج اللي هو بيتكلم عليه، ما هو انا بقول لك المخرج ده والله بيبقى هم الحاجه عجباهم ويطلعوا يتكلموا فيها عشان يلهوك منها. يعني المخرج بتاع امبارح هو عد كرة بتاعت حسين الشحات، عادها من حته او من تانية او من عاد اي حاجه، ما عادش. احتفالات لعيبه نادي الاهلي مع جمهورها، هل الكاميرا جابت على الاحتفالات اللعيبه؟ ما جابش. ده مخرج سيء للغايه، مخرج سيء للغايه. وفي الاخر يعني ايه، يعني الحاجات تحصل وفي الاخر يجيبوها فينا احنا. ده بالنسبه لكريم ابو حسين بتاع قناه نادي الزمالك. طب نادي الاهلي بقى يا جماعه، عندنا مهاجم برازيلي اللي هو اسمه اللهم صل على النبي، هو كان اللي هو سوزا المهاجم البرازيلي ده، بيقول لك بنسبه 90%، واللي ما كانش هو يبقى فيه لعيب افريقي. بس انا مش عايز ااكد على حاجه غير لما اكون متاكد منها مليون في الميه. يبقى كل اللي وصلنا له اللي هو سوزا البرازيلي اللي كنا هنتعاقد معاه السنه اللي فاتت، هو ده اللي ممكن يجي السنه دي الموسم ده ان شاء الله. ده بالنسبه لسوزا المهاجم البرازيلي اللي جاي النادي الاهلي. محمد رضا بوبو ان شاء الله باذن الله تخلص بس الدوري خلاص اهو، ونشوف الدنيا هتخلص على ايه. يا جماعه الاهلي مش عايز صفقه ولا اتنين، الاهلي عايز صفقات كتيره. الموسم الجاي موسم قوي جدا جدا جدا، فاحنا محتاجين لكل لاعب، واللاعب اللي هيجي يبقى احسن من اللي موجود او يكون زيه. فان شاء الله الموسم اللي جاي يعني ايه، مش هنفرح بصفقه او اتنين، لا احنا عايزين 3 4 صفقات 5 صفقات على قد ما نقدر، عشان خاطر الموسم اللي جاي مزدحم بالبطولات. وايه اللي حصل من المترجم بتاع نادي الزمالك ده؟ خناق وضرب وعايز يعتدي على الحكام ليه كده يا عم؟ في ايه يا عم؟ اهدى على نفسك كده شويه، اهدى على نفسك. ومرتضى منصور طلع يصرح تاني ضد فتوح ربنا يسترها ويبعدنا عنهم يا رب، ويقدم النادي الاهلي للخير والتقدم والبطولات. ودي حاجه سريعه كده، وما تنسوش معانا اللايك والاشتراك.